السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى إن شاء الله جاي لكم بيوم جديد وفيديو جديد. إيه طبعا بقالكم فترة عمالين تقولوا لي يا سماح عايزين روتينات، فين روتيناتك يا سماح؟ اعملي زي زمان يا سماح، الروتينات زهقنا من المطبخ يا سماح. انا نفسي عايزه اقول لكم ان انا زهقت، يعني انا نفسي زهقت. معاكم حق والله العظيم، بجد معاكم حق، بس اعمل ايه؟ قولوا لي كده اعمل ايه؟ غصب عني. غصب عني. عارفين انتوا المرحله اللي فاتت؟ يعني انا دلوقتي بقالي النهارده كام؟ بكره هيبقى لي 5 شهور والده الحمد لله. بدات اخد نفسي بقى. عارفين انتوا اللي هو بدات كده ايه، ارجع بقى لسماح بتاعت زمان. ما انتوا عارفين برضو الولاده بتاخد فتره، زائد ان البيبي وهو مولود بيحتاج معامله اللي هو بمعنى صح بياخد كل وقتك، بياخد كل صحتك. بياخد كل ما تملكي اساسا، مش بس وقتك وصحتك. فانا كنت مستنيه فتره كده. انتوا عارفين فتره الحمل؟ انتوا عارفين انتوا سماح بتاعت زمان اللي انتوا بتحكوا عنها دي، اللي هي فتره بقالي سنه دلوقتي دي، كنت طبعا انا حامل 9 شهور و5 شهور ولاده، يعني ازيد من سنه. فعشان كده انا حياتي كانت طبعا اتاثرت، سماح نفسها كانت اتاثرت والله العظيم. ففي حاجات كتير كانت اتغيرت. فطبعا يعني دي حاجه كانت غصب عني، شيء لا ارادي، مش حاجه انا اللي تعمدت ان انا اقصر او تعمدت ان انا اتغير، ان انا اكسل بقى، وان انا ما عدتش نشيطه زي زمان وما عدتش بعمل روتينات زي زمان. لا، اوعوا تفكروا كده خالص، لا والله العظيم غصب عني. هي السنه اللي فاتت بس دي هي كانت طبعا بسبب الحمل والولاده والتغيرات اللي بتحصل في الجسم كله وفي الحياه. فالحمد لله. طالما بقى ركزوا معايا شويه بقى، ركزوا. طالما انتوا اللي طلبتوا استحملوا بقى، تمام؟ استحملوا. هتستحملوا ايه بقى؟ كل يوم هينزل لكم روتين. بصوا، هتشقلب لكم في الشقه وانتوا هتتشقلبوا معايا. انا عن نفسي مش هشتكي، انا مبسوطه. انا مبسوطه ان انا هخليكم تشوفوا المرمطه اللي سماح فيها كل يوم. هخليكم تعيشوا معايا الحياه بتاعت كل يوم بقى، التنظيف والشقلبه بصوا، طلوع الروح وقطم الظهر وكل حاجه اللي انا عايشاها من اول ما اصحى من النوم لحد ان شاء الله باذن الله لما اجي انام. طبعا اختلاف بقى الروتينات، يعني هنغير بقى مع بعض. فانتوا ايه رايكم؟ انا لو شفت واحده بتشتكي تاني محدش يشتكي لي، وهتقولوا لي ارحمونا يا سماح، ارحمينا شويه يا سماح، تمام؟ بس استحملوا بقى اللي هيحصل لكم عشان انتوا اللي طلبتوا. فالنهارده ان شاء الله باذن الله اول روتين من الروتينات بقى بتاعت سماح، اللي هو بقى ايه، على الطبيعه. عارفين انتوا اللي هو الحاجه اللي ورايا على طول في بيتي انا هعملها. عارفين انتوا الحاجه اللي قدامي هعملها بدون بقى ما اكون عامله حسابي ان انا هصور، او عشان الشكل يطلع حلو، او عشان مش عارف ايه خالص. انا هعيشكم معايا حياتي الطبيعيه خالص بكل بساطه. اللي هو اول ما اصحى من النوم انا ورايا ايه هعمله، ورايا بقى في الريسبشن، في الاوض، في المطبخ، مع العيال، كل حاجه هخليكم تعيشوها معايا، تمام؟ انا حبيت ان انا النهارده اطلع اعمل لكم المقدمه دي، رغم ان المقدمات معاكم وحشتني. يعني انا بقالي فتره طويله قوي ما عملتش مقدمات معاكم قبل ما ابدا الفيديو بتاعي. بحس ان انا يلا سريع كده ببقى مستعجله. فقلت لا بقى، هم اللي طلبوا، فطلباتهم اوامر، تمام؟ فيلا بينا على الروتينات من اول النهارده. الروتين في روتين، كله بقى تشجيع في تشجيع. فيلا بينا على الروتين، يلا بينا. بس قبل ما يلا بينا، عايزاكم بقى تحطوا لايكات كتير. ما انا عايزاكم بقى زي ما انا بستجاب لطلباتكم، وزي ما انا بحقق رغباتكم وبتشجعوني وانا برضو بشجعكم، حطوا بقى لايكات كتير وعرفوني. يعني انا بقى لما اشوف الفيديو عليه لايكات كتير وكومنتات كتير هعرف ان في اقبال على هذا الموضوع. فيلا بينا يا جماعه على الروتين، يلا بينا. يلا يامن، يلا بينا، كلنا هنروح على الروتين دلوقتي ويامن معانا كمان. يلا بينا. اول حاجه بقى على طول طبعا زي ما انتم شايفين بدات بقى ان انا افتح كده الستاير بتاعتي. بس بدات بالمطبخ علشان ورايا كده ايه حاجه هعملها في المطبخ، فكنت حابه ان انا اخلص منها الاول علشان لما اطلع بره المطبخ ابقى خلاص عملت كل اللي عليا واشوف باقي اللي ورايا في الشقه. طيب اول حاجه طبعا فتحت بقى الشباك بتاع المطبخ كده يهوي واحس كده ان الشمس داخله والمكان معايا متهوي كويس. رحت جايه على البوتاجاز، حطيت حله فيها ميه عشان تغلي واحط فيها شويه ملح وشويه كمون. يا سماح انت لسه قايله في المقدمه دلوقتي ان انتوا بتقولوا لي زهقنا من المطبخ. معلش استحملوني، بس انا قلت لكم ان انا هعيش معاكم اليوم بتاعي بكل ما فيه.
تمام. فاول حاجه بدات بيها يومي ان انا كان امبارح كنت في السوق، فكنت جايبه كرنب، فبصراحه انا سايباه من امبارح، فلو انا كنت سبته اكتر من كده كان طبعا هيبوظ، فخساره يعني. الحاجه دلوقتي جايه بفلوس، والحاجه طبعا بتبقى غاليه، فمش عايزه ان انا اسيبها تبوظ خساره. ده انا حتى لو مش هطبخه ان انا هسلقه واحطه في كيس واشيله في الفريزر، وقت ما احتاجه هبقى يعني هلاقيه موجود عندي. تمام. فاول حاجه بقى انا حطيت ميه على البوتاجاز عشان الميه تغلي، وبعد كده جبت بقى الكرنب وهبدا ان انا انضفه. لما كنت في السوق ونزلت لكم الفيديو وقلت لكم ان الكرنب ده ابو مالك بصراحه اللي جايبه، جايبه كرنب صغير. قلت لكم ان انا ما بعرفش قوي في انواع الكرنب، فلقيت ناس كتير بتقول يا سماح ده الكرنب اللي بيقولوا عليه كرنب بط، بس بصراحه انا يعني نوع الكرنب ده ما بحبوش. الكرنب اللي هو المدور الصغير ده ما بحبوش، انا بحب الكرنب البلدي، بيبقى الورق بتاعه طري كده وناعم وبيبقى رقيق. انما ده بحسه تخين كده وورقه بيبقى جرش كده شويه، اللي هو تخين، فبصراحه ما بحبوش. حتى بفضل اسلق فيه كتير ومهما كان بيبقى برضو ورقه تحس ان هو مجلد كده او تخين شويه. يعني اكيد انتوا عارفين دلوقتي انا بتكلم على ايه. وانا ما بحبش الكرنب اللي بيبقى ورقه تخين ده، وانا بحب الكرنب اللي بيبقى الورقه بتاعته طريه وناعمه كده ورقيقه، ما تبقاش تخين. فالمهم طبعا شايفين بقى ما شاء الله انا بحب قوي ان انا اكون بعمل اي حاجه وفاتحه الشباك عشان الشمس بتبقى داخله مطبخي زي ما انتم شايفين. وساعات بقى ببقى غاسله مواعين وحطاها كده على الجنب ده المواعين تتصفى، فببقى فاتحه بقى الشباك الاقي الشمس داخله على المواعين، فلاقيها بقى تنشف معايا وتبقى ريحتها كده متشمسه وحلوه قوي زي المفارش. احس ان الشمس بتعقم الحلل والمواعين والله العظيم. فاول حاجه انا قلت اخلص بقى من الكرنبايتين دول، فوقفت عشان اقورهم، اللي هو اشيل القلب بتاعهم يعني والراس. ولو كرنب كبير، لو بيبقى كبير عندي على الحله بتاعه السلق، ببقى فاكك الورق من بعضه. انما لو كرنب صغير زي اللي معايا كده دلوقتي فانا بسلقه سليم زي ما هو. فعلى طول بقسم كده الراس، يعني بقرطها خالص بشيلها، وبروح مقوره القلب من جوه. وبعد كده بحط الكرنبايه بحالها سليمه زي ما هي جوه الحله، فباجي ابص الاقيها تتسلق معايا بسهوله من غير ما تهدر معايا ورق كتير، ان انا بقى اقعد اشيل العروق والكلام ده. ساعات بعمل كده برضو، يعني زي ما قلت لكم لو الكرنب كبير بعمل كده. فلو انتوا هتلاقيني في اي حاجه بعملها، يعني بعمل ده وبعمل ده بعمل ده، اي حاجه الحمد لله بتعود، يعني متعوده ان انا اعملها اساسا. هنا بقى هجيب كيس كده من بتاع القمامه، يعني اعزكم الله، هشيل بقى منها الورق والحاجات اللي هي الخضره دي خلاص مش عايزاها، فهشيلها في الكيس علشان اطلعها بره الشقه. عشان الكرنب اصلا لما بيتساب كده الورق والحاجات بتاعه السلق بتتساب في الشقه بتعمل ريحه مش حلوه خالص، كمان احنا في الحر، فالحاجه يعني بتعمل ريحه مش كويسه في الشقه بشكل سريع. فعلى قد ما تقدري ما تسيبيش خالص اي زباله في شقتك ولا في مطبخك ولا في اي حته في الشقه، دايما اول باول طلعيها كده بره. خلاص نضفت كده الرخامه وظبطت كده الدنيا اهو. تعالوا بقى دلوقتي نروح على البوتاجاز علشان نسلق الكرنبايتين 3 اللي معانا دول، علشان نخلص منهم ونسيبهم يبردوا على الرخامه كده جنب الشباك تحت الشباك يعني. وبعد كده نطلع بقى بره الشقه نشوف ورانا ايه نعمله. طبعا هنا على ما خلصت كده تنظيف الكرنب وقورته وشلت القلب يعني بتاعه، كانت الميه خلاص هتغلي، فهبدا كده باول كرنبايه يعني بقى بنزلها كده اللي هي ايه عدله، وساعات بقلبها على الوش بتاعها اللي هو اول ما العيدان اصلا بتشم الميه يعني وتبدا ان هي تشم النار بمعنى اصح، بلاقي الورق بيتفكك من بعضه خالص زي ما انتم شايفين. طبعا انتم متعودين عليا وعارفين ان انا بتعود دايما ان انا ايه احس ملمس الكرنبايه بايدي، اللي هو بحب دايما اطلع الورقه بايديا، اللي هو بشيل دايما الورقه بورقتها كده بايدي. اي نعم بتلسوع وايدي بتبربق وبتبقى حالتي بالبلا، بس مش عارفه متعوده، رغم ان انا عندي ماسك، والله عندي بدل الماسك 2 و3، بس انا معايا المقصوصه بغطس بيها، وفي ايدي بقى تلاقيني عماله كل شويه امسك الورقه بفكك بساعد كده مع الكرنبايه، وتلاقيني عماله اشوف هي الكرنبايه الورقه استوت ولا لا. انا لو ما مسكتش الورقه احس ان انا مش هعرف اسلق الكرنب كويس، لازم امسكها اعرف الملمس بتاعها. خلاص بقت الورقه طريه فمعنى كده ان هي اتسلقت كويس. بس انا زي ما بقول لكم ما بحبش نوع الكرنب اللي هو الكرنب البط ده خالص، انا بحب الكرنبايه البلدي، ما بتاخدش وقت خالص في السلق، وبتبقى الورقه بتاعتها طريه كده ورقيقه، يعني خفيفه شويه وناعمه، ما بتبقاش خشنه او تخينه زي الورق ده. هنا بقى انا بجيب صينيه، ودايما متعوده ان انا بسلق الكرنب بتاعي وبفرده على صينيه بعد ما بيتسلق. في ناس بتحطه في مصفى، بس انا بحب احطه على صينيه واسعه، علشان كل ما يكون الكرنب محطوط على صينيه واسعه يكون مفرود، فرقم 1 بيبرد بسرعه، رقم 2 الورق ما يبقاش سخن ويتحط على بعضه فيتهرى منك زياده، لانه طبعا بيفضل محتفظ كده بالسخونيه شويه. فايه قلت بقى احطه واسيبه لما يبرد، فانا متعوده ان انا احطه على الصينيه. هنا بقى دلوقتي
انا خلاص خلصت الكرنب، فهسيبه بقى يبرد لحد ما يبرد كده اكون انا خلصت باقي يعني اللي انا بعمله في اليوم. طلعت بقى دلوقتي على الريسبشن بصراحه يعني، والله العظيم والله العظيم كمان مره، انا دايما اللي هو بدون تصوير، عارفين انتوا اللي انتوا شايفينه دلوقتي بيتعمل هو اللي بيتعمل كل يوم وحياة ربنا. طبعا انتوا عارفين البيت اللي فيه اولاد دايما بيبقى مهروس، بيبقى مبهدل، وكمان بقى زياده لما يكون ما عندكيش في الشقه غير المكان ده اللي هو ايه، هو الريسبشن، هو الليفينج، هي غرفه المعيشه، هي الهرس كله فيها زي عندي كده. فانا طبعا لما عدلت الشقه، انا كان عندي قعدتين بس، انا لما عدلت الشقه وعملت الدريسنج وقفلت كده الاوض وظبطت، انا ما بقاش عندي غير اوضه واحده تمام. فالاوضه الواحده اللي هي بقى ايه القعده فيها كلها، اللي هو الريسبشن هنا الركنه، فعشان دايما قاعدين فيها والاطفال بيلعبوا فيها وبناكل فيها وبنسهر فيها وكل حاجه، دايما متبهدل. فبشيل بقى الشلت بقول لكم ان انا نفسي مره اشيل الشلت احس ان تحتها نظيف، نفسي قبل ما اموت نفسي قبل ما اموت دايما بشيل الشلت احس ان انا بتفاجئ، عارفين انتوا اللي هو ايه، بيحصل لي حاجات غريبه. بس مش كل يوم بشيل الشلت للامانه يعني، ممكن كل يومين 3 كده، يعني يومين 3 4 احس ان انا خلاص هشيل الشلت. فباجي ابص بقى الاقي ايه، عارفين انتوا فتافيت، ما بقاش عارفه هي فتافيت ايه، والله انا بشاور لكم هناك اهي يعني. بص ممكن بقى بقشر لب، ممكن حاجات متفتفته كده صغيره خالص مش عارفه بتبقى ايه، ممكن بقى مش عارف. بس مش هقول لكم فتافيت اكل يعني، ما بناكلش على الركنه غير لما نكون مثلا سهرانين بقى معانا ايه تسالي حلويات بتاع، فبلاقي دايما فتافيت وحاجات رفيعه كده، هو انا ما اعرفش بتنزل ازاي. فالمهم رفعت الشلت، نفضت الركنه كويس، ورحت جايه ايه احط الشلت مكانها تاني. خلوا بالكم انا كنت غاسله الشلت بتاعه الركنه دي في العيد، لا يا رب مش في العيد، قبل الولاده صح، قبل الولاده. فعايزه اقول لكم ان هي محتاجه تتغسل تاني دلوقتي. ليه بقى؟ لان يامن يعني بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، عاد بيتقلب على بطنه، يبقى نايم على ظهره فيتقلب على بطنه، فساعات بيبقى نايم على بطنه الاقيه يقشط، فاجي ابص الاقيه غصب عنه راح القشط كده جاي على الركنه، فتروح مبقعه. ساعات اجيب فوطه مثلا وشويه ميه وادعكها، وساعات مثلا ابقى مش واخده بالي فانسى، فاجي ابص الاقيها نشفت فتعمل بقعه. فانا احتمال بقى على العيد ان شاء الله ابقى اشيلها خالص ايه اغسلها. وهنا طبعا بقى خلاص برتب المخدات تاني اهو، بحط بصوا دي مخدة يمونة دي مخدة يامن، كانت اصلا المفروض ان هي جايه كوشن كده مع طقم سرير، بتتحط كده منظر على السرير، بس انا حسيت ان هي صغيره كده على قد دماغه واللي هي ايه مش عاليه قوي، اللي هي السمك بتاعها حاجه كده بسيطه على قده، فبساعات بيبقى نايم هنا زي ما قلت لكم بروح حطها تحت دماغه، بس ببقى حاطه له حاجز كده على الطرف عشان زي ما قلت لكم عاد بيتقلب على بطنه. فهو دلوقتي بقى عنده يعني 5 شهور، فممكن يتقلب يعني لا قدر الله يقع على الارض، فببقى يعني يا اما قاعده جنبه او ان انا مثلا حاطه حاجه جنبه عشان تبقى حاجز ما يقعش. فبخلي بالي طبعا من الموضوع ده. انت كمان يبقى خلي بالك لما الطفل يبدا يتم 4 شهور خلاص بقى هو بيبدا يتقلب، يبقى انت منيمه على ظهره فتيجي تبص تلاقيه اتقلب على بطنه، فخلي بالك متحطوش بقى على مكان عالي لوحده، لازم تبقي جنبه او تخلي حد جنبه او تنيميه على الارض يبقى احسن حاجه. هنا بقى مسحت كمان الترابيزه، كانت بصوا دي شخشخه يامن دي بقت صاحبتي دلوقتي علشان اسكته بقعد بقى اشخلله بيها طول النهار. بالنسبه للناس اللي قاعده تقول لي يا سماح ما اسمهاش شخشاخه اسمها خشخاشه، يا جماعه خشخشه ايه يعني عندنا اسمها شخشاخه، وفي ناس قالت لي اسمها شخليله. انا ممكن اقتنع بشخليله لان طبعا شخليله فجايه من ان احنا بنشخلل فماشي، انما خشخاشه لا، انا حاسه ان انا لو قلتها انا كده بقى الناس تتريق عليا. احنا عندنا اسمها شخشاخه او شخليله زي ما انتوا قلتوا، انما خشخشه دي اللي لا عمري ما اقدر اتكسف اقولها يتريقوا عليا قالوا انت بتحكي الكلام ليه. هنا بقى طبعا شلت خلاص السجاده طبعا كانت مليانه برضو فتافيت كده وبواقي حاجات برضو واقعه فيها تسالي ولب وبتاع وقشر وحاجات من دي، فرحت جايه شايلاها قلت انفضها بره على السلم، وقلت بقى ايه اشغل المكنسه واشفط المكان. بما اني بقى نفضت الركنه والعفره والحاجه اللي كانت موجوده تحت الشلت نفضتها على الارض، فبقت الارض مش نظيفه، فقلت بالمره اشفط كده الارض. عندي بقى كل يوم بشغل المكنسه، يعني كل يوم بشغل المكنسه خصوصا لما نكون واكلين بقى وكده، ومثلا عارفه ان في اكل واقع او بتاع، فبيبقى ساعات مثلا احنا سهرانين وكلنا بقى مثلا فول سوداني لب حمص، الحاجات اللي بيبقى فيها قشور دي فبتطير، فببقى عارفه ان هي تاني يوم الشقه لازم تتشفط بالمكنسه. لما نكون مثلا واكلين بقى ومثلا حد من العيال وقع حاجه ببقى عارفه برضو ان الارض لازم تتشفط، بس مش كل يوم برفع السجاده،
يعني مش كل يوم برفع السجاده، ساعات بشفط الارض ويعني حوالين السجاده كده، وساعات بشفط اشيل السجاده واشفط الارض على حسب يعني ما انا شايفه الشقه محتاجه تشفيط عميق ولا كده حاجه من على السجاده وخلاص على الوش. طبعا هنا زي ما انتم شايفين غيرت الباسكت، كان فيها طبعا كيس كده، دايما ببقى حاطه فيها كيس نرمي اي حاجه تبقى ايه جوه الكيس، وباخد الكيس ارميه، ولما باخده بقى ارميه باللي فيه بحط مكانه كيس تاني. بصراحه حته الكيس دي بتريح قوي، يعني بتخليني كده ايه محتاجش كل يوم ان انا اغسل الباسكت، وفي نفس الوقت إيه مش كل يوم مثلا ايه الباسكت بتاعتي مخرمه، فلو انا حطيت حاجات ممكن حاجات تسقط من الخرام او الفتحات دي، لكن لما بحط الكيس مفيش حاجه بتقع منها خالص. زائد ان انا بتريحني بقى، بروح واخده الكيس باللي فيه حاطاه بقى في الباسكت الكبير وبطلعها بره الشقه على طول، او ان لما بتوع القمامه يعني بيجوا بديها له. طبعا هنا بقى شديت الركنه زي ما انتم شايفين، انا شديت الركنه خالص يعني طلعتها دي كده، الستاير دي ظهر الركنه طلعتها لقدام، وقلت اشفط برضو وراها. عندي دايما بيبقى بصوا هناك تحت الستاره اللي انا رفعتها دايما برضو تلاقي فيه فتافيت وحاجات كده واقعه، رغم ان الحمد لله يعني عيالي بقوا الحمد لله ما شاء الله يعني كبروا، اللي هو ما عادش حد بيخبي حاجه وراها زي زمان. فاكرين زمان لما كنت اقعد اقول لكم الاقي بقى قلم، الاقي مشبك، الاقي فلوس، كانوا لسه صغيرين. انما دلوقتي بقى يعني بقوا فاهمين ان ده غلط، ما يترميش حاجه ممكن نعوزها، حافظ على حاجتك بتاع. فبلاقي بس كده ايه قشر فتافيت بتاع. طبعا انا هنا خلاص شفطت ظهر الركنه من هناك من عند الستاير من تحت الشباك يعني، وهنا بقى الجزء اللي هو ايه اللي ناحيه الباب اللي هو الفصل ما بين الركنه وما بين الصاله التانية اللي هي عند الكرسيين اللي انا حطاهم. طبعا شايفين في تراب قد ايه تحت الركنه، رغم ان انا زي ما قلت لكم كل اسبوع كده ولا 10 ايام بحرك الركنه وبشفط تحتها عادي، اللي هو التشفيط العميق، انما بتاع كل يوم ما بحركش الركنه من مكانها. فانا قلت بقى مش هينفع ان انا اعمل بالمقشه، لان طبعا لو عملت بالمقشه التراب بقى اللي انا ايه بشفطه ده هيطير خالص، فهاجي ابص الاقي طربت الركنه وطربت المكان. فانا عايزه على قد ما اقدر ان انا ما اخليش التراب يطير في الشقه، ان انا ما اخليش التراب يبقى واقف كده على العزال ويبقى واقف على حاجه، لا. رجعت الركنه تاني مكانها اهي، تحتها بقى نضيف وزي الفل. هنا بقى عايزه اقول لكم باب الشقه كان بقالي فتره ما مسحتوش، فقلت بالمره كان مطرب قوي، وعشان هو الباب مدهون دهان اسود فبيبان عليه التراب بطريقه ما تتخيلوهاش. الناس اللي عندها البيبان بتاعت الشقه بتاعتها اسود اكيد عارفه سماح دلوقتي بتتكلم على ايه. اللون الاسود في البيبان وفي العفش وفي اي حاجه عامه، حتى في الوان العربيات، في اي حاجه ممكن تتخيلوه بيقف عليها تراب بشكل فظيع، بيبقى عليها تراب صعب قوي بيبان فيها جدا. فانا باب الشقه عشان السطح بتاعي مفتوح ما عليهوش باب، ما عليهوش مثلا، هو اي نعم عليه تندة، انا عملت عليه تندة السنه اللي فاتت بس ما عليهوش باب برضو، فاكيد يعني السطح بينزل لي برضو كده ايه تراب، ما يكون في ساعات عواصف كده هوا وتراب وبتاع، فبلاقي الباب يتطرب. فلازم بقى اجيب كل مثلا ايه 3 4 5 ايام كده فوطه واروح ملمعاه زي ما انتم شايفين، بيبقى واقف عليه تراب كتير قوي. بصوا تحت، بصوا عند الزاويه اللي هي بدوران تحت خالص اخر حاجه دي مليانه تراب، فلازم كده زي ما انتم شايفين امسحها على طول. بس ببقى مثلا بله الفوطه اللي معايا ميه وعصراها، اللي هي كانها منديه ميه كده، ابلها ميه قوي واروح عصرها قوي قوي تبقى بس كده مبلوله، مبقاش فيها ميه زياده يعني. اجي ابص بقى زي ما انتم شايفين الاقي الباب بيلمع كده، وامسح كمان باب السلك بالمره. اخر حاجه بقى دلوقتي هفرش خلاص السجاده، انا خلاص مسحت وطوقت وما عادش اي حاجه، فهفرش بقى السجاده تاني. بالنسبه للناس اللي قالت لي يا سماح شيلي بقى السجاد علشان الجو خلاص بقى يحرر والسجاد بتاعك تقيل عشان الشقه كده تبقى طراوه شويه، انا كده كده بشيله يا جماعه كل سنه في بعد انتهاء فصل الشتاء، بس انا مستنيه لبعد العيد عشان يعني ايه يبقى الشقه مفروشه برضو في العيد، فعشان بقى لما اهلي يجولي ناس اللي بتعيد عليا بتاع فتبقى الشقه مفروشه ما تبقاش قرعه كده يعني، لان بحس ان السجاد بصراحه بيخلي الشقه قرعه لو هو مش مفروش. فبعد العيد بقى خلاص هيكون عدى العيد همسكه بقى اشيله واعينه بقى ان شاء الله باذن الله للشتاء الجاي باذن الله يعني. هشفط بقى تشفيطه اخيره كده على السجاده، عشان وانا بشيلها لو خدتوا بالكم في الاول انا لفتها من غير ما كنت اشفطها بس نفضتها بره، فبرضو زياده تاكيد ان هي مفيش فيها اي حاجه مستخبيه جوه الشعر ده، فقلت اديها برضو ايه تشفيطه كده على السريع. هنزل بقى دلوقتي الترابيزه تانية اهي، نظبط بقى المناديل بتاعتنا والشخليله بتاعت يمونه وخلاص كده. اخر حاجه بقى دلوقتي طبعا انا خلاص خلصت كل حاجه في يومي، نرجع بقى لاول حاجه بدانا بيها اليوم، هو طبعا الكرنب اللي انا سلقته.
يومي ده يا جماعه بيبقى ما بقاش مجهزه له، اللي هو الحاجه اللي بتبقى قدامي هي اللي انا بعملها، زي اي ست بيت اقسم بالله. يعني انا لا بشوف مثلا اللي في يومي من اول ما اصحى بعمله معاكم على الطبيعه كده زي ما انتم شايفين. فقولوا لي لو انتوا حابين الفيديوهات دي تنزل لكم بشكل مستمر غير فيديوهات المطبخ والطبيخ بتاعت كل يوم، عرفوني يا ريت في التعليقات يا ريت. طبعا انا بعد ما نظفت شقتي وظبطت كل حاجه خلاص، قعدت بقى زي ما انتم شايفين علشان ابدا ان انا اقطع الورق بتاع الكرنب اللي انا سلقته، اقطعه بقى وارتبه كده وارصه فوق بعضه علشان يبقى جاهز على ان انا احشيه على طول، ما ياخدش مني وقت وانا بحشي. هحط بقى الاخضر لوحده والابيض لوحده وبس كده يا جماعه. كده بقى كان خلص الروتين بتاعنا النهارده. يا رب بجد يكون عجبكم، والاهم طبعا يكون شجعكم، ومستنيه طبعا رايكم في التعليقات. وعايزه اقول لكم وانا قاعده كده فجاه لقيت النور قطع فالحمد لله ان انا كنت خلصت الحاجات اللي ورايا كلها في اليوم. فاشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد بكره. بصوا فجاه النور هيقطع فجاه اهو شايفين وانا بصور. اشوفكم بقى ان شاء الله على خير في فيديو جديد بكره. تصبحوا على خير، مع السلامه.